تعالوا معايا يا نجوم، هوريكم وانا رايح الاختبارات في قطاع لاعبين مصر في نادي او مركز شباب الساحل في شبرا. وده كابتن محمد الفكهاني فكهة الكرة المصرية، وده كابتن سامح وكيل اللعيبة. هو مش عارف هو ما بيضحكش ليه، بس راجل محترم جدا. وهنا دخلنا النادي وعلى طول دخلت مع الكتاكيت بتوعي حراس المرمى، وبدأنا جري حوالين الملعب. وعلى طول بعد ما سخنا وعملنا الإحماء دخلت عشان أشرح لهم يتمرنوا إزاي. وطبعا الأعمار مش كل الأعمار اللي معايا اتمرنت نفس التمرين. اللاعب ده أو حارس المرمى ده مواليد 2007. دخلت اول تمرين على طول استلم الكوره بالشكل اللي انتم شايفينه، ده تمرين مركب. على طول لعبت له الكوره عشان يطلعها من فوق العرض زي ما انتم شايفين، ولكن اتاخر. وعلى طول لعبت له بشمالي على يمينه، بيميني على شماله. وهنا طبعا دخلت الحراس الصغيره دي تمرين ازاي اعلمهم ازاي يقطعوا على الكوره لقدام. واشتغلت تاني مع الحراس الكبيرة ازاي يطلعوا على العرضية. على طول حطيت الكرة في الزاوية ولعبت له الكرة بيميني والكرة التانية بشمالي ويطلع بره الستة، والكرة اللي بيميني تكون في الستة ويطلع يمسكها، والكرة اللي بشمالي برضه يطلع يتعامل معاها على أي وضع أيا كانت. وهنا بعد ما خلصنا التمرين أجمل حاجة في الحراس إنهم بيجولي ويسلموا عليا. وإن شاء الله انتظروا الفيديوهات الجاية، ولايك واشتراك على القناة لو الفيديو عجبك عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكورة.